لو عندك خشونة في الركبة وحد نصحك بالمشي، فأحب أقول لك إن دي ممكن تبقى نصيحة ناقصة وأحيانا كمان مؤذية. أنا دكتور أحمد شميس وجاي أكلمكم كلمتين في العظم. السلام عليكم. دي الحلقة الثالثة من سلسلة أساطير الخشونة. في الحلقة اللي فاتت قلنا إن الراحة التامة مش هي الحل، وإن المفصل اللي بيتركن بيصدي. فالناس طبيعي تسأل: طيب يا دكتور أتحرك إزاي؟ وأول إجابة مشهورة جدا: امشي. بس هنا بقى في مشكلة، في ناس بتتعامل مع المشي كأنه وصفة سحرية. عندك خشونة؟ امشي. ركبتك بتوجع؟ امشي. وزنك زيادة؟ امشي. عضلاتك ضعيفة؟ امشي. كأن المشي هيعمل كل حاجة، يعالج الخشونة وينزل الوزن ويقوي العضلات. بس هو الكلام ده صح؟ المشي مفيد بس مش كل ركبة جاهزة ومش كل مشي علاج. أنا قلت الفيديو اللي فات ما تركنش المفصل علشان ما يصديش. النهاردة بقول لك ما تركنش المفصل لكن برضه ما تفرموش، مشيها ما تفرموش. تعال نفهم الأول الناس بتفكر إزاي. واحد عنده خشونة في الركبة، حاسس بألم، تيبس، صعوبة مع السلم، يروح للدكتور أو يسأل صاحبه أو قريبه فيطلع له الرد العالمي: امشي. طب يمشي قد إيه؟ يمشي إزاي؟ على أنهي أرض؟ لابس إيه في رجله؟ طب لو المشي بيوجع له ركبته يكمل ولا يوقف؟ طب لو وزنه زايد؟ طب لو الركبة وارمة؟ لا، هو امشي وخلاص، بالظبط زي يعمل الصح. لا مؤاخذة يا أستاذ غسان. خليني اقولها لك ببساطه: المشي في الخشونه محتاج جرعه، جرعه زي الدواء كده. لو جرعه قليله جدا مش هتعمل حاجه، لو جرعه مناسبه ليك هتفيدك، ولو جرعه زياده تضرك. هو المشي مفيد ازاي اصلا؟ المشي بيحسن اللياقه وبيقلل التيبس وبيخلي نومك ومزاجك احسن، وكمان بيساعد في انقاص الوزن وده مهم جدا مع خشونه الركبه، وبيساعد ان المفصل يفضل شغال. لكن المشي لوحده مش هيقوي العضله اللي محتاجه تقويه ولا هينزل الوزن لوحده. يعني المشي ممكن يكون جزء من الخطه مش الخطه كلها. تخيل عندك عربيه، المشي هو انك تشغل العربيه وتطلعها تتحرك شويه بدل ما هي مركونه في الجراج. ده كويس، لكن لو العفشه بايظه والكاوتش مش مظبوط والطريق مكسر وانت سايق بسرعه، انت كده بتشغل العربيه؟ لا يا باشا، انت كده بتبوظها. الركبه كده بالظبط، لو العضلات حوالين الركبه ضعيفه الركبه بتبقى مش مسنوده كويس، وساعتها كل خطوه ممكن تزود الوجع، ولو الوزن كمان زياده كل خطوه هيبقى ليها تمن اعلى. طيب أعرف منين إن المشي مناسب؟ ببساطة، لو مشيت شوية وحسيت بألم خفيف محتمل والألم هدي بعد شوية غالبا الجرعة دي مقبولة. لكن لو المشي زود الألم جامد أو خلاك تعرج أو خلى الركبة تورم أو فضلت موجوعة بوضوح تاني يوم يبقى الجرعة كانت زيادة. ساعتها ما تعاندش مع ركبتك، قلل الجرعة أو غير الطريقة. التريدميل مع خشونة الركبة مفيد ولا ممكن يزود الوجع؟ ناس كتير تقول لك: طب أنا همشي على المشاية أو التريدميل في البيت. حلو، بس خلي بالك المشكلة في المشاية إنها ممكن تكون ضيقة أو رديئة أو سرعتها مش مناسبة أو بتجبرك تمسك في المساند بتاعتها وتميل لقدام، فتخليك تمشي بطريقة مش طبيعية. ساعتها المشاية مش علاج. في الأحوال دي المشاية هتزود الحمل على الركبة. فلو هتستخدم مشاية لازم تبقى جودتها كويسة، ولازم تخلي السرعة مريحة. انت لازم تبقى المتحكم في السرعة مش السير هو اللي سايقك. ولو احنا بنتكلم عن ركبة موجوعة يبقى ابدأ خفيف وزود تدريجي. وحتى ساعتها انا هقول لك في بدائل تانية ممكن تبقى اريح للركبة. زي ايه؟ العجلة الثابتة بمقاومة خفيفة، وزي المشي في المية او السباحة لو متاحين، وحتى الاليبتيكال. بس برضه مش قاعدة عامية، لو الوجع زاد نرجع للقاعدة الأهم: ابدأ خفيف وزود تدريجي. يعني يا دكتور المشي بقى حرام عليا، انت عامل حلقة وما حلتهاش برضه. انا لو عايز امشي اعمل ايه؟ ما تخافش، مش هقول لك اعمل الصح، انا هقول لك تعمل ايه بالظبط. اول حاجة ما تبدأش اول يوم ب 8000 خطوة وانت اخر مرة مشيت فيها كانت من الكنبة للتلاجة. ابدأ بخمس ل 10 دقايق، كفاية جدا في الاول. اختار ارض مستوية مش مكسرة، والبس حذاء مريح. مش لازم اغلى شوز مشي في العالم، بس لازم يكون مريح ومش هلكان ودايب ومقاسه مظبوط. وامشي بسرعة تقدر تتكلم فيها. يعني ايه؟ يعني لو جالك تليفون تقدر ترد وتتكلم عادي وانت ماشي. ولو 10 دقايق مشي بيزودوا الوجع قسمهم: 5 الصبح و5 بالليل. جسمك بيسمح بالتقسيط عادي. الخلاصة: المشي ممكن يساعد جدا، بس مش امشي وخلاص.
ابدأ بالراحة، راقب ركبتك وزود واحدة واحدة، ما تركنش المفصل بس برضه ما تفرموش. برافو. طيب لو المشي لوحده مش كفاية، يبقى ايه اللي ناقص؟ ما انا قلت لك النهارده حاجتين مهمين على الاقل بس انت مش مركز. قلت لك ان الوزن مهم، وقلت لك ان العضلات حوالين الركبة مهمة، وقلت لك كمان ان المشي مش بيحقق النقطتين دول لوحده. امال ايه اللي بيعمل كده؟ التمارين. بس هنا هيجي السؤال، التمرين مع خشونة الركبة علاج ولا ممكن يزود الوجع ويبقى خطر؟ ده اللي هنتكلم عنه الحلقة الجاية إن شاء الله، ودعواتي لكم بتمام الصحة والعافية.